السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل أكلة محبوبة عند جميع المصريين، والأكلة السريعة البسيطة الحرشة كده اللي مهما تاكلي منها ما تزهقيش. هنعمل مع بعض الكشري الأصفر، وكمان هنحمر بقى جنبه حبة بطاطس وحبة بيض كده مسلوق مدحرج في الزبدة أو في السمنة، وحبة مخلل وطبق سلطة. أكلة كده في منتهى الجمال، خفيفة ولذيذة وحرجة، ووقت ما تكوني محتارة على الأكل لازم تعملي الأكل دي. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الطريقة والمكونات، بس قبل أي حاجة نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي أول بأول. يلا نسمي الله ونشوف المكونات اللي معايا عبارة عن إيه. أنا عندي هنا أول حاجة 3 كوبايات من الرز البلدي المصري العادي، تمام كده، عليهم كوبايتين من العدس الأصفر، تمام. يبقى 3 كوبايات الرز بحط عليهم كوبايتين من العدس الاصفر. طبعا اول حاجه هخليها على جنب كده، وهبتدي بقى ان انا اعمل ايه، اسلق البيض بتاعي وعشان يتسلق معايا ويكون جاهز، واقشره وادحرجه كده في ايه، في حته سمنه فلاحي كده او حته زبده، بيبقى في منتهى الجمال. تعالوا بقى كده على البوتاجاز ونبتدي ان احنا نعمل ايه الكشري بتاعنا. هحتاج بقى المادة الدهنية بتاعتي، انا بحط للكشري زيت وعليه سمنة، تمام، او زبدة. خلاص كده حطيت حبة زيت وعليهم معلقة كده من السمنة، وهبتدي ان انا اغسل الرز بتاعي واروح سقطاه على المادة الدهنية. خلاص، الرز بتاعي اهو، الرز والعدس طبعا على بعض، غسلتهم غسلة عادية خالص ورحت سقطاهم على المادة الدهنية بتاعتي. وهبتدي بقى ان انا اقلب فيها كده، اشوح الكشري بتاعي لحد ما الرز والعدس كله يتغلف معايا بالزيت والسمنة. واهم خطوات كده في نجاح الكشري الاصفر بتاعك ان انتي تغلفي الرز والعدس مع الماده الدهنيه، وكمان هتنزلي بمقدار الرز بس. يعني هنا انا حطيت 3 كوبايات من الرز، هحط عليهم 3 كوبايات من الميه. انا مش بزود طبعا الميه بتاعه العدس. خلاص كده، وهتقلبيه بقى. طبعا انا نزلت الاول بثلاث كوبايات الميه بتوعي على قد 3 كوبايات الرز، وظبطت الملح بتاعي، وحطيت كمان حبه ملح على البيض وهو بيتسلق. هنا طبعا الكشري بتاعي سبته بقى كده لحد ما غليت الميه بتاعتي، وابتديت ان انا اوطي عليه خالص وهسيبه لحد ما يتشرب معايا. تعالوا بقى نعمل حبه سلطه كده خضره حلوين، كام طماطمايه كده على كام خيارايه، وقرن فلفل حلو وجزرايه، لو عندك خضره حطي جرجير، كزبره، بيبقى حلوين قوي مع السلطه. ممكن تعملي سلطه كابوتشي لو موجود عندك. يعني السلطه الخضره دي مفيش احلى ولا اجمل منها مع الاكل. طبعا هتقطعي بقى الطماطم عادي، التقطيعه العاديه بتاعتنا، وكمان هتنزلي عليها بالخيار. بس انا بصي، انا حاطه هنا خيارتين، انا بحب صراحه الخيار يبقى كتير كده وحلو في السلطه، تمام. وقرن فلفل كده بيدي للسلطه طعم حلو قوي، وبالذات بقى لما بيكون حامي. انا هنا حاطه بارد عشان بس انا عندي الولاد مش بيحبوا الحامي، تمام. وليمونه كده بقى، وحبه خل وحبه ملح ونطره كمون كده صغيره، بتبقى السلطه في منتهى الجمال. حابه تحطي معلقه من الزيت حطي، بس انا صراحه انا بحب السلطه بتاعتي من غير زيت. انا لقيت نص جزرايه كمان معايا كده في التلاجة، رحت اخداها معايا ايه في السكه. لو لسه معايا بقى لغاية دلوقتي هنا في الفيديو، اتمنى منك ما تنسيش اللايك بتاعكم، ولو لسه جديدة معايا في القناة اتمنى اشتراكك. هكون مبسوطة جدا وسعيدة باشتراكك ووجودك معايا. انا هنا بقى عصرت الليمونة عليها كده، بتبقى مخلية ريحة السلطة طالعة في منتهى الجمال، تمام. هركنها بقى على جنب. عندي الرز هنا بقى خلاص، فاضل له كده ايه دقايق كده وان هو يتشرب، يعني هو كده يعتبر ان هو بيتشرب. فاضل له دقايق كده وان هو ايه يستوي خلاص. دلوقتي بقى انا هاخد البيض بتاعي، هبتدي ان انا اقشره واحط كده حته سمنه، بس للاسف المقطع ده اتحذف مني. حطيت حته سمنه كده في الطاسه، ورحت محمره فيهم البيض بتاعي تحمير عادي خالص، تمام. ورحت محمره حبه بطاطس، وكان عندي بقى المخلل الحلو بتاعنا، الليمون والبتنجان طبعا، اللي البيت ما بيخلاش منه، وبيبقى حاجه كده جميله وتفتح النفس جنب الاكل. جنب اي اكله بتحطي مخلل البتنجان بيتاكل.
بصي الرز عامل ازاي، بصي بصي تحسي ان هو كده لونه عامل زي الكهرمان فعلا، وسايب كده من بعضه، مفرفر كده زي ما احنا بنقوله بالعامية، بجد في منتهى الجمال. الرز بتاعي طالع مفرفر كده وحلو وجميل، مش معجن ولا حاجة، المية بتاعته مظبوطة، السوا بتاعه مظبوط، الرزاية مستوية والعدساية كمان مستوية. 3 كوبايات الرز عليهم كوبايتين بس من العدس، و3 كوبايات المية، يعني أنا بحط مقدار الرز بس مية، مش بزود، ولو زودت بزود حاجات بسيطة قوي لأن في رز بيحتاج مية زيادة. تمام كده. طبعا أنا هنا بقى غرفت الكشري بتاعنا، وعملت حبة السلطة كده، ظبطتهم بقى بالملح والكمون، وطلعت بقى المخلل بتاعي، الليمون المعصفر اللي كنا عاملينه في رمضان الموجود معايا لغاية دلوقتي، والبتنجان المخلل، والبيض بقى طبعا حمرته كده في حتة زبدة، ورشيت عليه حبة ملح وفلفل أسمر، والبطاطس بتاعتي عليها برضو ملح وفلفل أسمر، والكشري بقى كده يعني ايه، حطيت عودين كده من البقدونس عشان يكسر بس اللون. بصوا في منتهى الجمال. عايزة اقول لكم طبعا الكشري الأصفر ده مفيش اختلاف عليه، وساعات بنعمله جنب السمك كمان بيبقى في منتهى الجمال. الاكله سهله وبسيطه جدا وسريعه وخفيفه، وزي ما قلت لك الاكله محبوبه عند اغلب المصريين. تمام كده. اتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى الوصفه تعجبكم، ما تنسوش بقى اللايك الحلو بتاعكم. نتقابل الفيديو جاي على خير ان شاء الله في وصفه سهله وبسيطه. السلام عليكم.